انطلق موسم سوق الانتقالات الصيفية في كل أنحاء العالم، وتسعى كل الأندية لتجديد صفوفها بلاعبين جدد في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من التكهنات حول مستقبل اللاعبين، وهو ما سنسلط عليه الضوء في هذا الفيديو من خلال التقرير التالي الذي يرصد كل الأخبار الانتقالات الرسمية هذا الصيف بجانب الشائعات المنتشرة حول اللاعبين. فأهلا بكم. بالإضافة إلى ذلك سنتحدث عن عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد في الانتقالات هذا الأسبوع، ولا ننسى أيضا لاعبين العرب. انتر ميلان رفض عرضا من تشيلسي لشراء حارسه الكاميروني أندري أونانا، وهذا المصدر من صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، حيث قالت الصحيفة إن تشيلسي عرض مبلغا كبيرا من المال لشراء حارس الكاميروني أندري أونانا، ولكن مسؤولي انتر ميلان رفضوا العرض رفضا قاطعا. يخطط مسؤولي اتحاد جدة السعودي لضم البرتغالي جواو ماتينيو لاعب وسط ويلفرهامبتون الإنجليزية خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية، وهذا المصدر من فابريزيو رومانيو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة سكاي سبورت. خوسيه ماريا وكيل أعمال النجم العالمي الشهير سيرجيو بوسكيت قائد فريق برشلونة الأول لكرة القدم سابقا أجل تحديد محطة الكروية المقبلة للنجم الإسباني ما بين اللعب في الدوري السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي، وهذا المصدر من صحيفة الرياضية السعودية. أهم صفقات ريال مدريد هذا الأسبوع: ريال مدريد يمدد عقد ناتشيو حتى عام 2024. جود بيلينغهام يوقع لريال مدريد من بروسيا دورتموند حتى 2029 مقابل 100 مليون يورو زائد 40 مليون يورو حوافز. يعود فيران غارسيا إلى ريال مدريد من رايو فاريكانو مقابل رسوم قدرها 5 ملايين يورو عن طريق تشغيل شرط إعادة الشراء. سيكون العقد ساري مفعول حتى يونيو 2027. يعود إبراهيم دياز إلى ريال مدريد بعد نهاية إعارته لعامين في ميلان، وتم تجديد عقده حتى عام 2027 وتحسين راتبه. وهذه أهم وأبرز أخبار انتقالات ريال مدريد هذا الأسبوع. أهم وآخر انتقالات برشلونة هذا الأسبوع: إدارة برشلونة قررت بشكل نهائي بيع الثلاثي أنسو فاتي وفرانكيسي وفيران توريس خلال الصيف الحالي. والمصدر من صحيفة سبورت كاتالونيا: فرانكي ديونغ: أشعر بالرضا في برشلونة كما هو الحال دائما. إذا سارت الأمور وفقا للخطة فسأبقى في برشلونة الموسم المقبل. لا يمكنك أبدا القول إنها 100% في كرة القدم، لكنني أفترض أنني سأكون في برشلونة العام المقبل. سيتخذ إلكاي غوندوغان قرارا بشأن مستقبله قريبا. يعرض مانشستر سيتي تمديدا لعام إضافي بالإضافة إلى موسم آخر كخيار. يقدم برشلونة صفقة لمدة 3 سنوات. الأندية السعودية تحاول إغراءه منذ يناير. أرسنال مهتم ومطلع أيضا. والمصدر من رومانو فابريزيو. رسميا اللاعب الجزائري حسام عوار ينتقل من ليون الفرنسي إلى روما الإيطالية. أكد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه لم يناقش أبدا فكرة تمديد عقده مع الفريق الفرنسي، ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى 2024 مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر بشرط موافقة اللاعب. وبحسب تقارير فرنسية فقد أبلغ مبابي إدارة باريس بأنه لن يفعل أبدا بند التمديد حتى 2025. وأصدر مبابي بيانا أبرزته صحيفة لوبرزيان حيث قال: تم إبلاغ مجلس الإدارة باريس منذ 15 يونيو 2022 بقرار عدم التمديد إلى ما بعد 2024. رد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على عرض الانضمام إلى فريق الأهلي السعودي، وترغب إدارة الأهلي في جلب قائد محاربي الصحراء إلى البطولة السعودية كجزء من خطة رياضية شاملة وواعدة لسلطات البلد.
ورفض محرز بالأباقة مقترح إدارة نادي الأهلي السعودية. يقول الموقع البريطاني فوتبول إنسايد في تقرير له نشره الثلاثاء. وبخصوص العرض قال المصدر أنه يتضمن أجرة سنوية بقيمة 40 مليون جنيه استرلينية، أي ما يقارب 46 مليون أورو، دون احتساب المنح والامتيازات الآخرين يرفعون المبلغ المالي، مع إمضاء عقد مدته 3 مواسم انطلاقا من صيف 2023. لن تطوي إدارة نادي الأهلي السعودي الملف، وستعود في الأيام القليلة المقبلة بعرض آخر أكثر إغراء لإقناع رياض محرز بارتداء زي فريقها الكروي، استنادا إلى وسائل الإعلام البريطانية. وأخيرا سنتحدث عن بيب غوارديولا، الذي تأكد بشكل رسمي أن عقده الحالي مع المان سيتي المبتدئ حتى عام 2025 هو الأخير له مع النادي ولن يقوم بتمديده.